عربيات لعيبه ارسنال. انا قلت استغل انهم متصدرين واعمل الفيديو ده. ما تضمنش ارسنال ممكن على اخر السيزون تلاقيه في المركز السابع مثلا. اول لعيب هو الابن الغير شرعي لمروان سري، بوكايو ساكا، عنده جي 63 ويقال انه عنده فيراري 458 سبايدر، بس دي ما تشافش بيها الا اكيد جي 63. ده كل ده وهو اقصى بطوله كسبها كان الاف اي كاب، امال لو كان كسب البريمير ليج ولا الشامبيونز ليج كان جاب طياره بقى. تاني لعيب هو المدافع اللي بيقال عليه احسن مدافع في العالم، هو مش احسن مدافع في ارسنال حتى، وهو ساليبا. ساليبا عنده اودي كيو 8 ار اس، وده بصراحه فهمان عربيه مش اي حد يجيبها، وكمان عنده اودي اي ترون جي تي، شكله مجنون اودي، بنزين وكهرباء وكله. ثالث لعيب هو جابرييل المدافع الافضل في البريمير ليج، وعنده لامبرجيني اوروس وكمان منصوري، فشكلها جامد قوي الصراحه. رابع لعيب هو بين وايت، وعنده رولز رويس كولينن. بين وايت ده اخر مره لعب فيها كان تشارلز رولز وهنري رويس اللي هم مؤسسين رولز رويس، لسه مجرد شباب. خامس لعيب هو كاي هافرتس، وعنده برده جي 63، بس شوف ربنا بقى الراجل مصاب بقاله كتير تلاقيه مش عارف يسوها الا لو كان بيتخاذل بقى ومش مصاب ولا حاجه. واخر لعيب معانا النهارده هو جابرييل مارتينيلي، وعنده برده لامبرجيني اوروس. اقسم بالله اخره يركب المشطشطه. اقول لك حاجه، ولا حتى المشطشطه، هو اي حد يركب المشطشطه ولا ايه؟ ولكن للامانه برده هو السيزون ده عام سيزون محترم بصراحه. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف، قولوا لي الفرق اللي عايزين تعرفوا عربيات اللعيبه بتاعتهم. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل فولو او سبسكرايب.